هذه الشيلة أهداء من ولد يافع إلى أحمد سلطان نعمان الحكيمي. أدى ذيب اليمن مازن الذيب وتحكي وتعبر بما فيها. هو لو طلب روحي بداله مع لحم الكتوف، عشت يا راعي الجمايل ويا راعي الجميل، يا سند يا رزح يا حد شامخ ما يخوف، يا رجل مقدام يا حد شامخ ما يميل. شلي الهجوس نبض القوافي والحروف، وانضم القفان بالشعر والحرب الجزيل، انولد يافع له شخصية عد الوصف، شامه وفي جد مقدام متسلسل اصيل. احمد السلطان وانعام حكيم بالالوف، صاحب الفزعات والموقف الحر النبيل، عاش متعزز وفي حر في وجه الظروف، دايما تلقاه فزاع لو شب الفتيل، دايما تلقاه فزاع لو شب الفتيل. لو طلب روحي فداله مع لحم الكتوف، عشت يا راعي الجمايل ويا راعي الجميل، يا سند يا رزح يا حد شامخ ما يخوف، يا رجل مقدامه يا حد شامخ ما يميل. في تعز ارض الوفا عشت في اعلى الصفوف، كل مدحي والقوافي على شنق قليل، والردي من باعي جاء لعينه ما تشوف، قبح الله منكر صحبته خاين عميل، قبح الله منكر صحبته خاين عميل. شلي الهجوس نبض القوافي والحروف، وانضم القفان بالشعر والحرب الجزيل، انولد يافع له شخصية عد الوصف، شامه وفي جد مقدام متسلسل اصيل. احمد السلطان وانعام حكيم بالالوف، صاحب الفزعات والموقف الحر النبيل، عاش متعزز وفي حر في وجه الظروف، دايما تلقاه فزاع لو شب الفتيل، دايما تلقاه فزاع لو شب الفتيل. لو طلب روحي فداله مع لحم الكتوف، عشت يا راعي الجمايل ويا راعي الجميل، يا سند يا رزح يا حد شامخ ما يخوف، يا رجل مقدامه يا حد شامخ ما يميل. في تعز ارض الوفا عشت في اعلى الصفوف، كل مدحي والقوافي على شنق قليل، والردي من باعي جاء لعينه ما تشوف، قبح الله منكر صحبته خاين عميل، قبح الله منكر صحبته خاين عميل.